جه على بالك سؤال كده، هو احنا ليه بنحتفل بالكريسماس في 25 ديسمبر وأصلا احتفالات عيد الميلاد المجيد في 7 يناير؟ وإيه سر ارتباطهم برأس السنة الميلادية؟ يلا نفهم بشكل بسيط أصل الحكاية. لازم نعرف في البداية إن السنة الميلادية تم تحديدها حسب التقويم الغريغوري أو التقويم الشمسي، وده التقويم المعتمد عالميا في تحديد التواريخ بكل دقة. بيعتمد على دوران الأرض حول الشمس كل 365 يوم في السنة البسيطة و366 يوم في السنة الكبيسة. فالاحتفال برأس السنة الميلادية هو احتفال شعبي عام كل العالم بيحتفل بيه في ليلة 31 ديسمبر ومع شروق شمس 1 يناير. كلنا شعب واحد مسلم ومسيحي بنحتفل برأس السنة الميلادية وبنشارك بعض التهاني بميلاد سنة جديدة. وهنا يجي السؤال، ايه الفرق بين الكريسماس وعيد الميلاد المجيد؟ وليه بنحتفل بيهم بتواريخ مختلفة؟ ركز معايا، الموضوع بسيط. الكريسماس وعيد الميلاد المجيد دول اسمين لنفس الاحتفال الديني، وهو الاحتفال بميلاد المخلص يسوع المسيح، رمز المحبة والتواضع والسلام. الاختلاف هنا في التقويم أو التوقيت. الكتاب المقدس أو الإنجيل محددش يوم معين لميلاد يسوع المسيح، لكن في إنجيل يوحنا في جملة بسيطة هتوضح لك يوم الميلاد لما قال يسوع أنا نور العالم، وهنا بيرمز لنهاية الظلام وبداية النور بولادة المسيح للعالم، وبظهور ملاك الرب للرعاة في ظلام الليل لتبشيرهم بميلاد المخلص في بيت لحم. وتم تحديد المكان والزمان عن طريق نجمة المشرق في أورشليم. والوقت ده كان وقت انقلاب شمسي، كان شتاء أطول ليلة وأقصر نهار. ففرق التوقيت بين 25 ديسمبر و7 يناير هو فرق زمني تراكمي. البداية كانت سنة 46 قبل الميلاد لما وضع يوليوس قيصر أشهر حاكم روماني في مصر التقويم اليولياني، اللي كان بيعتمد على دوران الأرض حول الشمس كل 365 يوم مع إضافة يوم كبيس كل 4 سنين. والحقيقة إن التقويم ده كان مليان بالأخطاء. مدة دورته كانت عبارة عن دوران الأرض حول الشمس كل 365 يوم و5 ساعات و48 دقيقة و46 ثانية، وده كان متقدم عن السنة الشمسية الحقيقية بحوالي 11 دقيقة و14 ثانية في كل سنة. والموضوع ده كان مستمر لحد سنة 1582 لما اكتشف العلماء المصريين الخطأ، وابتدى البابا غريغوريوس ال13 يضع التقويم الغريغوري. فالتقويم الغريغوري قريب جدا للسنة الشمسية الحقيقية، اعتمد على دوران الأرض حول الشمس كل 365 يوم وربع علشان يقدر يرجع للسنة الشمسية الحقيقية. وبدخول التقويم الغريغوري حذف العلماء 10 أيام لإصلاح خطأ التقويم اليولياني، وهنا أصبحت الفجوة بين التقويمين حوالي 13 يوم في الوقت الحالي. علشان كده الغرب وبعض الطوائف في الشرق بيحتفلوا بالكريسماس في 25 ديسمبر، لكن الكنيسة الأرثوذكسية في الشرق بتحتفل بعيد الميلاد المجيد في 7 يناير. التوقيت والزمن هو وفي النهاية اتحدت الكنيسة القبطية بناء على قرار مجمع نقيا سنة 325 ميلادية بتحديد الأعياد المسيحية حسب التقويم القبطي، لأنه وريث الحضارة المصرية القديمة صاحبة أول تقويم فلكي في العالم. فأصبح عيد الميلاد المجيد يوافق 29 كياك قبطي فأطول ليلة وأقصر نهار. فالاحتفال بعيد الميلاد هو رمز المحبة والسلام والتواضع والأمان بشروق نور الميلاد في قلوب المتحاربين والمنافقين والأشرار، لكي تتم رسالة المسيح بنشر الحب والسلام بين الجميع. ميري كريسماس وعيد ميلاد مجيد.